العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 23 مواطنا بكوفيد 19. مدرسة أسمر الفنية تخرج 367 طالبا. صيانة طريق قرمي في سجرة. فرنسا تستأنف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي. فقدان 20 شخصا وتدمير 10 منازل في جرف طيني باليابان. ميركل تلتقي جونسون في آخر زيارة لها كمستشارة إلى لندن. أهلا بكم من التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم 3 يوليو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط وعنسبة والقاشبركة أظهرت إصابة 23 مواطنا بكوفيد 19. وظهرت 17 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط و5 في كرن بإقليم عنسبة وإصابة واحدة في عديبرة بإقليم القاشبركة. في غضون ذلك شفي 42 مريضا، 31 منهم من الإقليم الجنوبي و11 من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 6074، شفي منهم 5676 ووفاة 25 مريضا، فيما لا يزال 373 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 3 يوليو 2021. خرجت مدرسة أسمر الفنية اليوم السبت 367 طالبا في 9 مجالات تعليمية بعد دراسة امتدت لعامين. وتخرج الطلاب في مجالات الميكانيكا والبناء والتخطيط والكهرباء والإلكترونيات وأعمال الحديد العامة والخراطة والمسح والنجارة. وأوضح مدير المدرسة بالإنابة الأستاذ قرماي بهلبي في مراسم التخريج أن العملية التعليمية واجهت الكثير من التحديات بسبب وباء كورونا، وتم تجاوز هذه التحديات بجهود وتفاني المعلمين والطلاب. من جانبه أوضح مسؤول مراقبة جودة التعليم في وزارة التعليم السيد معشو برتنسائي أن المعرفة التي اكتسبها الطلاب تعد انطلاقة لمزيد من التطور المهني، داعيا لمساهمتهم البناء في مواقع العمل. وأشادت ممثلة الخريجين بالمعلمين والرعاة لإيصالهم مرحلة التخرج متحدين وباء كورونا، مؤكدة أن يوم التخريج يحملهم مسؤولية كبرى ومتعهدة في الوقت نفسه بالعمل بكل القدرات. وذكر الخريجون أن التخرج يعتبر إكمال مرحلة وبداية مرحلة أخرى، مؤكدين الاستعداد لاكتساب مزيد من المعرفة والإيفاء بكل المتطلبات. دعا مكتب التعليم في مديرية برنتو لتعزيز المشاركة الشعبية لتقوية العملية التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية برنتو في التقييم الذي جرى بحضور مدراء المدارس والإدارة والشركاء عن وجود 38 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، و11 نقاط تعليم الكبار و4 نقاط لبرنامج عريوت. ودعا الاجتماع للمشاركة الشعبية لحل النقص في التجهيزات التعليمية. وناشد مسؤول مكتب التعليم في إقليم القاشبركة السيد محمد علي إبراهيم على العمل لجلوس الأطفال البعيدين عن مقاعد الدراسة في مائدة التعليم وضمان المعلمين تحقيق جودة التعليم. قام سكان قرمي في مديرية سرجقة بصيانة الطريق المؤدي إلى القرى متفرعا من طريق أسمرة كرن.
وأوضح مدير الضاحية السيد بيدروس عند مريم أن السكان وظفوا طاقاتهم وأموالهم لصيانة الطريق الذي تم إصلاحه وتوسعته وتحسين مجاري السيول. وأشاد مدير مديرية سرجاغ السيد كفلا مريم قبر مسكل لشكره شركة حرات للمواصلات لتخصيص حافلة في الخط، وطالب سكان قرمي الجهات المختصة لتقديم الدعم في الأعمال التي يقومون بها لضمان خدمة الطريق. وتبعد قرمي مسافة 15 كيلومتر من العاصمة أسمراء. ذكرت إدارة مديرية نغفة تنفيذ أنشطة فعالة لإصحاح البيئة، وأوضح السكان قيام وزارة الصحة بأنشطة توعوية مكثفة لإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض المعدية، ويعملون جاهدين لتطبيقها. وقال مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد تسفاي يوب أن تجميع القرى مكن من إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية ويجري العمل الجاد لاستخدام الأمراض. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. بعد نحو شهر من تعليقها، قالت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي. وقالت الوزارة في بيان أن فرنسا قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة استئناف العمليات العسكرية المشتركة، وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 من يونيو. وجاء قرار تعليق العمليات المشتركة الشهر الماضي إثر الانقلاب الذي قاده الكولونيل أسيمي غويتا في مايو، ودفعت تلك الخطوة الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدة الأمنية لقوات الأمن المالية، بينما علق الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس عضوية مالي. وتؤدي كل من مالي وفرنسا أدوارا رئيسية في مكافحة تمرد جهادي تشهده منطقة الساحل. وقالت وزارة الجيوش في بيان أن فرنسا ما زالت منخرطة بالكامل مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية لمحاربة الجماعات الجهادية المنتشرة في منطقة الساحل. أعلنت السلطات اليابانية في محافظة شيزوكو جنوب غرب العاصمة طوكيو فقدان 20 شخصا وتدمير ما لا يقل عن 10 منازل جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيار طيني جارف. وقالت مصادر محلية أنه لم يعرف حتى الآن مصير الضحايا، فيما بدأت سلطات مكافحة الحرائق جهود الإنقاذ في منطقة أتامي المنكوبة بمحافظة شيزوكا. وجاءت الكارثة عندما تسببت الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة طوكيو ومنطقة توكاي في وسط اليابان في ارتفاع مستوى مياه الأنهار وحدوث انهيار طيني جارف، مما دفع حكومة المدينة إلى إصدار أوامر بالإخلاء للسكان المحليين لضمان سلامتهم بموجب قانون مكافحة الكوارث. اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكانت قيود السفر المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 من أهم موضوعات جدول الأعمال مع زيادة حالات الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في بريطانيا. وهذه آخر زيارة لميركل كمستشارة إلى لندن ستغادر منصبها بعد الانتخابات المقبلة في سبتمبر. ويهدف الاجتماع الذي عقد في مقر جونسون الريفي إلى تعميق العلاقات الثنائية. وتعتبر زيارة ميركل للندن فرصة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع ثاني أكبر شريك تجاري استراتيجي لبلادها بعد سنوات الخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان على ملكة مسابقة تناول البرجر السنوية في واشنطن أن تشارك كأس البطولة
مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي بعدما تناول كل منهما 34 شطيرة برجر في غضون 10 دقائق. ولم تتمكن مولي شولر من التهام عدد الشطائر التي تناولتها العام الماضي عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة. وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرجر في 10 دقائق للحصول على جوائز بقيمة $4350 من ضمنها الجائزة الكبرى. السادة والسيدات، وقبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة. إصابة 23 مواطنا بكوفيد 19. مؤسسة الأسمرة الفنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. صيانة طريق قرمي في سرجقة. فرنسا تستأنف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي. فقدان 20 شخصا وتدمير 10 منازل في اليابان. وميركل تلتقي جونسون في آخر زيارة لها كمستشارة إلى لندن. هكذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقيا تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.